اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. قصتنا بتكون في حته فقيره في الهند اسمها بوبال، والمناطق اللي زي دي معروف ان اهلها ملتزمين قوي بعاداتهم وتقاليدهم، بس في 4 من اللي عايشين في المنطقه دي قرروا انهم يحققوا احلامهم حتى لو كانت ضد العادات والتقاليد بتاعه اهاليهم. نبدا مع اول واحده وهي بنت اسمها ريحانه عبيدي. ريحانه طالبه في الجامعه وبالليل بتساعد باباها اللي بيشتغل ترزي. ابو ريحانه ومامتها شداد قوي معاها لدرجه ان باباها بيخليها تلبس نقاب وهي رايحه الجامعه، لكن ريحانه بتكون لابسه لبس تاني تحت النقاب وبتغيره لما بتوصل الجامعه. ريحانه كمان بتعمل حاجه غلط وهي انها بتسرق الميك اب واللبس من المحلات، واكتر من مره كانت هتتمسك لكن بسبب النقاب اللي هي لابساه بتفلت. ريحانه بتحب المزيكا قوي، نفسها تغني في فرقه في الجامعه. تاني واحده هي بنت اسمها ليلى. ليلى بتشتغل ميك اب ارتست وبتحلم انها تسافر وتسيب البلد مع حبيبها المصور الفوتوغرافي اللي اسمه ارشد. ارشد عنده استوديو صغير. ليلى وارشد بيحاولوا يعملوا تسويق ليهم سوا، وبيقابلوا شركات من منظمين الافراح وحفلات الخطوبه عشان يشتغلوا هما الاتنين سوا ويقدروا يحوشوا فلوس ويسافروا مع بعض يكملوا مشوار حياتهم. تالت واحده اسمها شيرين، ساكنه معاهم في نفس المكان. شيرين متجوزه وعندها 3 اولاد، بتشتغل مندوبه مبيعات من ورا جوزها. شيرين شاطره قوي في شغلها وعندها حركات حلوه قوي بتخلي الستات يشتروا منها دايما، عشان كده هي بتترقى في شغلها ودايما بتاخد جوائز. لكن شيرين عندها مشكله في حياتها وهي ان جوزها بيعاملها ببرود ومش مهتم بيها خالص، لدرجه ان هو ما بيهموش انها بتتعب من كتر الخلفه. وشيرين عملت قبل كده عمليه اجهاض بسبب ان عندها مرض في الرحم بتاعها، ولما الدكتوره بتاعتها طلبت منها تتكلم مع جوزها علشان تستخدم وسيله من وسائل منع الحمل، شيرين لقت جوزها انه مش موافق اصلا على الفكره. اما رابع واحد فهي العمه اوشا، ودي الكبيره بتاعت المكان كله. الكبير قبل الصغير بيسمع كلامها، وخصوصا اولادها الرجاله ما يقدروش يكسروا لها كلمه، لدرجه ان لما بيجي جوز شيرين ومعاه صاحب الشركه اللي هو شغال فيها اللي بيكون مستثمر وعاوز يشتري البيت بتاعها علشان يهد ويعمل بداله مول تجاري، بتشاور بس لاولادها اللي بسرعه بيشيلوا اليافطه بتاعت الشركه وبيطردوا صاحبها. لكن اوشا بيكون عندها حلم، هو انها عاوزه تعيش تجربه رومانسيه زي القصه اللي هي بتقراها واللي اسمها حلم احمر الشفايف. القصه دي بتحكي عن بنت مراهقه اسمها روزي اللي بتكون معجبه بحد من جيرانها، لكن هو مش واخد باله منها خالص. اوشا بتدخل في احداث القصه وبتتخيل انها روزي اللي بتكون شايفه فيها شبابها اللي راح منها في الجواز والخلفه والتربيه. وفي يوم ريحانه بتروح على الجامعه وبتقدم نفسها للفرقه الموسيقيه بتاعه الكليه، والغريبه انها بتعجب الدرامز بتاع الفرقه اللي اسمه رودولف. لكن بتلاقي بنت اسمها نرماتا بترفضها وبتقول لها ان صوتها وحش. نرماتا اصلا هي حبيبه رودولف، وعشان كده ريحانه عرفت ان مش هيبقى لها مكان في الفرقه. وبعد كام يوم نرماتا ودروف وولاد وبنات كتير من زمايلهم بيعملوا مظاهره في الجامعه وبيطالبوا فيها ان الاهالي يسمحوا للبنات يلبسوا بناطيل الجينز، وبتتكلم ريحانه وبتقول رايها ان ده اضطهاد للبنات وتأييد لحريته. بعدها نمراتا بتعزم ريحانه على حفله كبيره، فبتقوم ريحانه رايحه على المول وبتسرق فستان وجزمه عشان تحضر بيهم الحفله. وبنلاقي العمه اوشا بتجهز حفله خطوبه ليلى لشاب اسمه منوج اللي مامتها وافقت عليه غصب عن ليلى عشان هو هيجيب لهم بيت يقعدوا فيه لوحديهم، وبتعرفها انهم عليهم ديون كتير لدرجه انها وافقت تروح كليه الفنون الجميله عشان الطلبه يرسموها لانها مش قادره تصرف عليها وعلى اخواتها. وفي حفله الخطوبه اللي بيكون فيها ارشد هو المصور بتاع الحفله بتقطع النور، وبتروح العمه مع واحده من جيرانهم عشان يصلحوا الفيوز بتاعه البيت. في الوقت ده ليلى بتتكلم مع ارشد وبتعرفه ان الخطوبه اتعملت غصب عنها، بس فجاه بتدخل عليه مامتها وبتتخانق معاها جامد، وبعدها بتطلب من منوج انه يعجل بالجواز. تاني يوم العمه اوشا بتكون واخده احفادها بتفسحهم في حمام السباحه اللي في الحي، بس في ولد صغير منهم بيعمل فيها خدعه بيخليها تفتكر انه بيغرق عشان تنزل حمام السباحه. وطبعا اوشا كانت هتغرق لولا المدرب جاسبال اللي انقذها وبينصحها انه يعلمها السباحه عشان المره الجايه حفيدها ما يضحكش عليها. لكن اوشا بتكون في دنيا تانية لانها بتعجب بجاسبال وبتسرح بخيالها معاه لدرجه انها بتنزل تشتري مايو وبتبدا تتدرب معاه في السباحه، وهي بتكون هيمنه فيه ومغرمه بيه جدا. وبعدها اوشا بتكلم جاسبال في التليفون وبتتعرف عليه وبتعرفه ان اسمها روزي، وبتبدا تتكلم معاه كل يوم بالليل وتحكي له مشاهد من قصه روزي، والعلاقه بينهم كل يوم بتزيد اكتر واكتر. لكن في الوقت نفسه جاسبال بيكون معجب ببنت هو بيدربها اسمها كومال. وبنروح لشيرين اللي بتكون رئيستها في الشغل بتعرفها ان الشركه عاوزه تنقلها مكان تاني عشان تشتغل معاهم اليوم بالكامل ويكون ليها مكتب وكمان هتاخد مرتب كبير، وبتطلب منها تاخد اذن جوزها وترد عليهم في اقرب وقت. اما ريحانه فبتكون شغاله مع باباها في المحل، وبعد ما بيدخل عشان ينام بتجهز نفسها بسرعه وبتنط من الشباك وبتروح جري على الحفله. ريحانه بتكون مبسوطه قوي وفرحانه باللي هي بتعمله وبتفضل ترقص وتهيص مع زمايلها. لكن لما بتكون في الحمام وبتلاقي نمراتا بترجع وبتعرف انها متجوزه عرفي وحامل، ريحانه بتزعل قوي وبتقعد لوحدها في الجراج. لكن بتتفاجئ ان رودولف جه
الكافيه وراها، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض ويقربوا من بعض. وبعدها ريحانه بترجع اوضتها من الشباك برضه، ومحدش في البيت بيحس بحاجه. لكن رودولف وريحانه بيتقابلوا كتير بعد كده. وفي الوقت ده نمراتا بتكون هتعمل عمليه اجهاض، وعماله تتصل بجوزها وهو ما بيردش عليها. تاني يوم ريحانه بتكون في مظاهره ضد الحرمان من البنطلون الجينز، لكن بيتقبض عليها. ولما الضابط بيطلب منها تليفون باباها تديله رقم غلط، لان باباها لو شافها بلبسها ده هيعاقبها جامد. بس الضابط بيقول لها انهم هيوصلوا لباباها بطريقته، والظروف بتمشي لمصلحه ريحانه، وبتخرج من السجن مع ابو زميلتها، وبتروح جري تغير هدومها وبتجري على البيت. بس باباها بيكون وراها وبيسالها عن اللي حصل، فبتقول له انها اتاخدت غلط وسط الزحمه. وبالليل ليلى بتروح لارشد اللي بيكون مستنيها عشان مقابله شغل، بس هي اتاخرت عليه، فبتخانق معاه عشان هو غيران من منوج عريسها، وبيكون فاكر انها بتفضله عليه. لكن هي بتعرفه انها مش عاوزه ترتبط بحد غيره عشان منوج عاوزها تكون ست بيت مش اكتر. وبعدها ليلى بتروح تبيع الموتوسيكل بتاعها، وبتروح على ارشد وبتعرفه انها هتحجز تذاكر القطر عشان يسافروا سوا تاني يوم بعد المهرجان اللي بيتعمل في الحي بتاعه. لكن ارشد بتخانق معاها وبيعرفها انه زهق منها ومش عاوز يكمل معاها. اما شيرين فبتكون محتاره تفتح جوزها في موضوع شغلها ازاي، وبتقرر انها تروح له شغله عشان تعرف تتكلم معاه. لكن بتتفاجئ انه ساب الشغل من فتره، وهي راجعه بتشوفه قاعد في الكافيه اللي جنب الشغل. لكن بتتفاجئ ان في واحده بتيجي وبتقعد مع جوزها، وبتتصدم شيرين لما بتلاقي جوزها بيخونها مع الست دي، وبتقرر تراقبها وتستناها وهي ماشيه من الكافيه وبتعرف بيتها. وتاني يوم بتروح لها وتعرفها انها مندوبه مبيعات. الست بترفض عشان عندها صحباتها في البيت، لكن شيرين بتعرفها ان معاها حاجه هتعجبها قوي هي وصحباتها، فبتخليها تدخل. وبالليل شيرين بتطلع مصاصه يابانيه من نوع معين بيكون مفيد للبشر، وبتخليهم كلهم يجربوها. وبتروح عند الست صاحبه جوزها وبتقول لها خدي جربي المصاصه بتاعتي. لكن الست بتقول لها جربها ازاي وهي كانت في بقك. شيرين بترد عليها وبتقول لها فعلا عندك حق، ما ينفعش تاخدي حاجه كانت في بقي، على فكره انا شيرين مرات رحيم صاحبك. وبكده هي وصلت الرساله للست بكل ذوق وشياكه وذكاء كمان. وبنروح على اوشا اللي بتكون اتعمقت قوي في الكلام مع جاسبال في التليفون، وبتعزمه على المهرجان اللي هيكون في الحي بتاعها. وبتروح تخلي ليلى تظبط لها بشرتها، تصبغ لها شعرها اسود، بتجهز فستان حلو عشان تكون على سنجة 10 في المهرجان. اصلا ناويه تصارح جاسبال انها روزي اللي بتكلمه في التليفون. ريحانه كمان ادت ميعاد لرودولف عشان يتقابلوا في المهرجان، وليلى كمان بتتفق مع منوج انهم يتقابلوا في يوم المهرجان عشان يختاروا فستان فرحهم. اما شيرين فبتجهز نفسها عشان تتكلم مع جوزها في موضوع الشغل بتاعها في نفس الليله. يعني باختصار كده الاربعه بيجهزوا نفسهم لتحقيق احلامهم في اليوم ده. لكن شيرين بتتفاجئ ان جوزها بيتخانق معاها بسبب اللي عملته مع صاحبته، بس هي ما بتسكتلوش، وبتعرفوا انها عارفه انه اترفد من شغله، وكانت متوقعه منه انه يكون قد المسؤوليه، يقدر تعبها عشان تساعده في حياته وفي تربيه اولاده بدل ما يخونها مع واحده تانيه ويرجع يتخانق معاها عشانها، ويرفض انها تشتغل ويقتل طموحها بدون وجه حق لمجرد تحكمات مش اكتر. اما ريحانه فبتكون مبسوطه قوي مع رودولف، لكن نمراتا بتكون وراها هي وصاحبتها اللي اتاكدوا انها مع رودولف. وبتتفاجئ ريحانه بيهم وهم داخلين عليها ومعاهم البوليس، وبتلاقي تشاندا صاحبه نمراتا بتطلع تليفونها بتوريها فيديو ليها وهي بتسرق من المول. ونمراتا بتاخد شنطتها وبتطلع النقاب منها وتوريه للكل، واولهم رودولف اللي بيتصدم من اللي هو بيشوفه وبيسيبها وبيمشي. لكن نمراتا بتوقف وتطلب منه قبل ما يمشي انه يطلقها، عشان تتفاجئ ريحانه ان رودولف هو جوز نمراتا اللي هي كانت حامل منه وتخلى عنها. وبعدها بتروح على القسم وباباها بيروح ياخدها من هناك، وبيعرفها ان اللي هي عملته ده جاب لهم العار، وان لو مكسوفه من النقاب ومن عاداتهم وتقاليدهم فهو ومامتها بقوا مكسوفين منها انها بنتهم عشان خلفت كل حاجه ربوها عليها. وبيطلب من مامتها انها تدور لها على عريس في اقرب وقت عشان يخلصوا منها. ليلى بقى بتكون مع منوج بيرتبوا ليهم جوازهم، وبتاخده وبتروح على الكشك بتاع ارشد اللي هو عامل في المهرجان، وبتطلب منه يصورهم صور رومانسيه. بعدها منوج بيروح عشان يجيب اكل، وارشد بيتكلم مع ليلى وبيعتذر لها وبيقول لها انه مش قادر يبعد عنها، وبيسالها اذا كانت التذاكر لسه معاه، فبيلاقيها بترد عليه وبتقول له ان التذاكر موجوده، وبيتفقوا انهم بكره الصبح هيسافروا سوا. لكن ليلى لما بترجع لمنوج بتعرف انه شافهم هي وارشد، وبتخانق معاها وبيفسخ الخطوبه وبيطردها من العربيه بتاعته. وبنروح لاوشا اللي بتكون في المهرجان وبتدور على جاسبال، واول ما بتلاقيه بتفرح قوي تفضل تتكلم معاه. لكن جاسبال بيكون مشغول عشان هو بيدور على كومال، واول ما بيلاقيها بيسيب اوشا وبيروح لها على طول. اوشا بتفضل تدور عليه لكن ما بتلاقيهوش، وبعدها اوشا بترجع على البيت، لكن بتتفاجئ بولادها داخلين عليها وهم متنرفزين جامد، وبيفتشوا في دولابها وفي كل حاجتها لحد ما بيلاقوا قصص غراميه بتاعت مراهقين، وبيلاقوا المايو كمان، وبيتخانقوا معاها وبيقولوا لها انها جابت لهم العار لانها ست مش مراعيه سنها، وعملت علاقه مع عيل قد ولادها وخلت سمعتهم في الارض. وهنا اوشا بتبص بتلاقي جاسبال قدامها اللي بيقول لها انها خدعته لما اتكلمت معاه في التليفون وهو كان مفكرها كومال، لكن لما راحوا اتكلم معاها لقاها بتتخانق معاه، وانه لقى القصه بتاعت روز اللي هي نسيتها على حمام السباحه، وعرف ان هي اللي كانت بتكلمه طول الفتره دي، وبيقول لها عيب عليك اختشي على سنك. بعدها اولاد اوشا بيرموا هدومها وكل كتبها في وسط الشارع، وبيطردوها وبيعرفوها انها ما ترجعش على البيت تاني. ليلى وريحانه وشيرين بيكونوا شايفين اللي بيحصل وبيساعدوها تلم حاجتها، وبيقعدوا سوا كلهم. اوشا بتحكي لهم على اللي حصل،
وكل واحده فيهم بتحكي حكايتها واللي حصل معاها، ومع كل اللي هم فيه ده لكن برضه كل واحده فيهم بتصمم انها توصل لحلمها. اوشا لما بتشوف كده بتخلي ريحانه تكمل اخر 3 ورقات في قصه حلم احمر الشفايف، وكلهم بيكونوا مبسوطين وهما بيسمعوا اخر القصه بتاعه روزي. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون فيديو المره دي عجبكم. السلام عليكم.